هنقعد نتكلم عن الشيطان. شيطان من الشياطين. يقول لك الرز شار، واحد شاي، واحد مولع منك. هو الشيطان عايز ايه؟ هدفه واضح من زمان، لأضلنهم ولا أمنينهم. هو يريد الكفر، فما عرفش الكفر وصلك للكبائر، ماشي، ضميره هيأنبه، بس ماشي. ليه؟ لأن أنت كنت أنت وأهلك سبب إن هو يخرج من الجنة. إبليس مش مشخص إنه اتطرد بسبب معصيته، إبليس مشخص إنه نزل بسببك أنت، إبليس مشخص إن أنت اللي ضيعته. أسجد من خلقت طينا، يعني إيه الكلام ده؟ ما يلزمنيش، والكلام ده غلط. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ربنا قال له اخرج منها مفهوما مدحورا، اخرج منها، امشي اطلع بره. قال لك طب ينفع تسيبني لحد ما يوم القيامة؟ فأنظره الله عز وجل قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. عداوة عجيبة. العداوة مش هتبقى عداوات فردية، بعضكم لبعض عدو، العداوات هتبقى جماعية. مفيش عنده استراحة. قيل لابن عباس أنام الشيطان؟ قال لو نام لاستراحنا. لا يقول لك بقى لا عندي صيدلية ولا عندي امتحانات ميد ترم ولا إبليس ما كانش موافق إن أنا أنزل، راجل متفرغ للدعوة. دي مشكلة ملازمك، يعني تحت البطانية معاك، وانت ماسك الموبايل معاك، وانت قاعد قدام اللابتوب معاك. اكبر حاجة الشيطان نجح فيها انه يدمرك من غير ما تحس انه موجود اصلا، فبتقعد تشخص ان سبب مشاكلك اي حاجة غير ان الشيطان وسوس لي النهاردة. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. عارف يعني ايه لأحتنكن؟ عارف الحمار حطوا البتاع في ايه؟ فحنكوا كده. احتنكن يعني اركبهم واركب لهم لجام واسوقهم، تعالى بص لدي يبص لدي، تعمل كده، اكدب، اشرب، بتاع عادي. لو فريق المنتخب المصري اتهزم 4-0 في اللقاء الاولاني، بيبقى اللقاء الثاني ده له قواعد تانية خالص، واحنا نزلنا الدنيا دي بعد ما خسرنا في الجولة الاولى امام ابليس، احنا خرجنا من الجنة. هي انت بتخرج بره تبص مثلا لمرأة او كده، تحس ان انت عايز تقول ايه، وانا لو بصيت لواحدة هيحصل لي ايه؟ ما اتفتنتش يعني ولا حاجة. هو ده سهم مسموم. السهم ده عمل مفعول بسيط كده، جرعة سم تانية بسيطة جدا، بعد سنين تلاقي نفسك وقع. هو كان عارف يعمل ايه. هو بيقول لك ايه مثلا؟ بص محمد، تقوم انت ايه؟ بص خلاص بصها لك، خدت فرصتك، بيسيبك تكمل بقى. كل ما كان التزامه او التزامها اشد، كل ما كان صبره اكتر وسمه اخفى، لانه عارف ان انت بتفهم. وانت سامعين بقى دروس عن الشيطان وكده. اول حاجه الشيطان بيستخدمها هو سبيل التدرج. عمره ما يجي الواحد ملتزم يقول له مثلا اذن، ولا يجي الواحده ملتزم يقول لها لعي الحجاب. مش هيخش داخل الغبيه دي، لكن هيوصلها لكده سنين وهجيبك. وخلق الانسان ضعيفة. شيطان لا انت تقدر، انت قوي. مين قال سد الذرائع؟ مين قال ان ما ينفعش تقف في ساحة الكلية والبنات واقفة؟ احسن تتفتن، وخد بالك من انك انت ما تدخلش المواقع الفلانية اللي فيها احسن تتفتن. مين اللي قال لك الكلام ده؟ هو الشيطان عايز يحسسك انك قوي لانه عارف انك ضعيف. يقول لك الحمد لله الدنيا ماشيه معايا، انا بعمل عادة سرية بس الصلاة زي ما هي، والاوراد زي ما هي، يعني كل حاجة زي ما هي، بس هو قاعد ايه، ينخر وسايب لك الشكل الخارجي زي ما هو. اول ما تبتدي الدنيا تفضى من جوه، الشكل الخارجي ده يضربه بصبعه كده ينفجر، ان هو بقى مفرغ من الداخل. فهو الشيطان جاب الناس اصحاب الاموال وفتنهم في المال، ونفس الفتنه دي فتن بيها ناس تانيين. يجي طالب العلم تجد ان هو يربط الغنى بايه؟ بالفجر. يبقى ليه نجيب فلوس عشان نبقى فجره؟ لا، فيبعد عن الفلوس. اي مساله فيها خلافات بتلاقيه على طول بيخش على الايه، على الاسهل. اي بقى حاجه مباحه بيفتح فيها على الاخر، يقول لنفسه دي مباح. ينزع عنهما لباسهم. الشيطان بيشتغل على العري، بيشتغل على اثاره الشهوات، لان من غير شهوات مش هيبقى في شبهات، من غير شهوات القلوب مش هتضلم وتسود بالنكت السوداء. فلما يجي يتعرض عليها فتن الليبراليه والعلمانيه ممكن يقبل. ليه؟ لانه بقى في مصلحه شهوات. بدا تروح من تكبيره الاحرام، مش مشكله، تكبيره الاحرام مستحب. بدا يروح منه الصف الاول، مش مشكله، الصف الاول مستحب. بدا يجي في الركعه الرابعه، طب ما ايه المشكله لما الجماعه الثانيه حلوه برضه؟ لو واحد شادد على نفسه كل ما تضيع منه سنه ينط يجيبها تاني، الشيطان هيعمل معاك ايه؟ اذا كان مش عارف يطلع منك السنه، يضرب فيه تبنيه. طب وبعدين هوصل لك جوه ازاي؟ عارف لما والدتك تعمل لكم كيكه في البيت؟ مفيش حد والدته بتعمل كيكه في البيت؟ بلاش والدتك، اختك بتحرقها، لان غالبا الاخت في البدايه بتحرقها، فتقوم قصاها من بعد الحرف شويه. الحرف ده بقى تلاقيه محروق، بس لا، دي بتشيل المحروق وحته صغيره كمان معاه، مش هتحط لك بالظبط، لانها لو حبت بالمناسبه انها تعملها بالظبط لازم تجيب من المحروق في الكيكه ذات نفسها. فيبقى الحل ان هي تعمل ايه؟ تشيل من السليم مع المحروق احسن ما تشيل من المحروق مع السليم. شيل بقى المثال اللي في المطبخ ده وندخل بالمثال النبوي. كالراعي يرعى حول الحمى. انا عامل سور، قلت لك لو دخلت الاغنام بتاعتك هنا هعورك، فانت جيت جنب السور وقاعد تمشي بالغنم، انت ضامن الغنم تنط منك؟ لو نطت منك الملك هيديلك. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محل. فانا واسيب حته بالزياده، يعني ممكن تبقى حاجه حلال بس انت عارف ان دي يعني على الحركر وكده، لا نبعد عنها احسن. لا ما هتقوليش اتفرج، ده اصل ده مسلسل اسلامي، واصل بيحكي قصه اسلاميه وفي موسيقى. معلش، اصل مسلسل اسلامي في متبرجات، مسلسل اسلامي
اسلامك انت حبيبي، مش اسلام انا. يجي لك ساعة الابتلاء وربنا عمل معاك كده ليه؟ هو ربنا سابك ليه؟ هو انت مش عملت وعبدت وشكرت ودعيت؟ هو تخلى عنك ليه؟ سيدنا ايوب لما حرقت ارضه ومات اولاده وكان بيصلي فذهب اليه الشيطان فقال يا ايوب انظر الى ربك الذي اخترته وعبدته لقد قتل الله غنما لقد قتل الله ولدا. يضرب علاقتك بالله سبحانه وتعالى. عشان كده ابليس ما كانش عايز ادم يعصي، ده كان عايز يقطع الصله اللي بينه وبين ربنا. يقول له ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره الا ان تكونا ملكين. يعني ربنا مش في مصلحتك. شوف بقى ربنا قال لك كده ليه؟ هو يحاول يوقع بين الناس وبعض. وربنا قال كده قل عبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. الاخت ما راحتش الدار عشان زعلانه من اخواتها عشان بيعاملوها وحش. هي فاهمه كده. والاخ مش هيجي المدرسه الشيخ ما ادانيش الاذان. تلاقي العلاقات بتتقطع والناس بتزعل من بعض ولا على اي ولا حاجه تدور في الموضوع ولا مفيش اي حاجه في الاخر. انما هو عايزك لوحدك في الاخر. كل ما يحصل معاك موقف زي كده تبقى فاهم ان دي من الشيطان يريد ان يوقع بيني وبين اخي. انا مش هديلك اللي انت عايزه، انا هقول الكلمه اللي هتطفي الازمه كلها. اول حاجه الاقعدان لو يقعد يدرسك انت بتحب ايه؟ ايه مخاوفك؟ ايه احزانك؟ ويبدا يدخل لك من نقط الضعف بتاعت نفسيتك. يقول لك مش عايز اذاكر، مش قادر افتح كتاب، مش عايز اصلي، مفيش امل، مفيش فايده. سودا هو عايز يقفلك من جوه. فيتهيألك انها مقفله من بره، هي حقيقه انت اللي اتقفلت من جوه. انما النجوى من الشيطان يحزن الذين امنوا. يقفلك من الطاعه، تلاقي نفسك ما عدتش طايق، مش عايز تصاحب حد ملتزم اصلا. لازم تكون حاسب اول ما الورد يضيع كارثه كبيره جدا. عيد تشكيل يومك وعيد نظامك، لازم الورد يرجع. لازم. لا مش ده مستحب، انت التشدد ده مالكش دعوه، انا عارف بعمل ايه وانا بحمي الورد، انا بحمي نفسي من انتكاس. طالما دي اتاخدت يبقى فيها خطوه جايه، طالما نجح في دي هيطمع فيا، انا مش زبون، مش هيركبني، مش هيعرف ان انا بيجي مني. لا ده انا لازم اقيسه، لازم ياخد مني واحده ارجعها، ولو خد منك واحده هيعرف ان انت بيجي مني. انت كده بتقول له ايه؟ اقعد يا باشا انا زبون. اللي جوه الجامعه بقى هيحاول انه يخليه متشدد في الدين، اللي بره الجامعه كل ما يبص عليه ده فطرته تصعد لحاجه. لا انا هربان من خنقه اجي الخنقه. انت بقى لو عرفت باخلاقك بتعاملك مع المجتمع كلمه النصح الجميله بتيجي في وسط الكلام الاجتماعي اللذيذ، انت كده ضربته في مقتل. انما هو يريد انك تبقى دعايه مجانيه لتطفيش الناس من الدين. اخلاق صعبه، انت شهم ولا انت راجل ولا انت تساوي ربع جنيه في سوق الحياه اصلا. تقف مع حد في زنقه ولا بتسند حد ولا يعتمد عليك في حاجة. يعلم أن الشيطان لا يسكن قلبا فيه ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الإنسان البيت فذكر ربه قال الشيطان لا مبيت لكم. وإذا ذكر ربه عند الطعام قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. ما تعزلش نفسك، ما تقبلش انك تبقى لوحدك ابدا في المعركة دي. ما تنزلوش في حلبة المصارعة بينك وبينه وانت لوحدك، لأنه هو شايفك وانت مش شايفه. هو دارس عيوبك وانت ما انتش عارف حاجة عنه. مش متشدد كده يعني. قدم صورة كويسة للإسلام يا أخي. المفروض يعني عشان البلد ما يقولوش عليك وما يكرهوش الدين يا اخي. يعني مفيش مانع انك انت تهزر شويه، تضحك شويه وتقدم دعوه. ابتدي يزين لك ان انت المدخل ايه؟ مدخل دعوه. يا شيخ عشان ما يكرهوش الالتزام. الحقيقه ان الامر ده بينتهي في النهايه ان هم بيكرهوا الالتزام. انت بتسقط في نظرهم في الاخر. هم بيشوفوا ايه الفرق بينك وبين اي حد. طب ما انت بتعمل اللي هم بيعملوه. تفتكر ان الشيطان عايز لك خير في دنيا ولا دين، ولا عايزك تنجح دين ولا تنجح دنيا؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الشيطان يضع عرشه على الماء. بعد كده يبتدي بقى يقول له تعالى انت ماذا فعلت؟ يقول ما تركته حتى شرب الخمر. يقول ما فعلت شيئا. ياتي اخر يقول ماذا فعلت انت؟ يقول والله ما تركته حتى زنى. يقول ما فعلت شيئا. مش عاجبني الشغل ده، الجو ده ما يمشيش معايا، شدوا حيلكم شويه. في بعض الروايات انه يضع على بعض اتباعي التاج. حفز شغل جامد، شغل عالي. انا لازم برضه اعمل كده مع نفسي ومع اخواني. اجي الشباب ما عندي في المسجد وانت ماذا فعلت؟ صليت قد ايه النهارده؟ وانت ماذا فعلت النهارده؟ ما انا لازم اقاوم. جيب حد يتابعني الله يبارك لك يعني. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ايه؟ تذكروا كل اللي انا قلته لك ده. تذكروا ربنا، تذكروا كل اللي انا حكيته، تذكروا عداوه. دي اللي انا بتكلم عليها. ان لما الشيطان يمسك فوق، انا خدت لي خطوه خطوتين وانا هكمل للاخر ولا ايه؟ كل مره بتتزين لي واو لا ايوه بس هي حلوه. ايوه ما هو شغلته يخليها حلوه. كل انا بجاهد جامد صدقني. المجاهده دي مش هتطول. جاهد شويه وبعد كده ايه؟ هو يزهق منك ويروح يشوف مع ايه مصلحه تانيه. فالشيطان مع الواحد بس مع الاثنين ايه؟ ابعد. طب ومع الثلاثه؟ ابعد من الاثنين. خليك وسط الناس الصالحين واياك والفرقه. اثنينات ثلاثات اربعات كده اهو. لا عايزين نبقى كتير. دايما خلي حواليك كام واحد كده الناس الكويسه، بحيث ان انت هم ينسوا مره انت تنسى مره. يعني انت صليت معلش اصل نسيت. صحوا بعض لقيام الليل، صلوا مع بعض الفجر في مسجد، وتروحوا تحضروا دروس مع بعض، وتروحوا اعملوا قافله خيريه مع بعض، وتتفسحوا مع بعض. ولا تعد عينك عنهم، ما تلتفتش عن دول. ويضغط عليك بالتخويف الامن، اللي هو كل واحد فاكر ان هو اول ما يربي ده هيتمسك وهيتسحب. الموضوع ده الشيطان بيكبره قوي، يخوفك من حاجه يخلي لك اكبر. انما ذلكم الشيطان ايه؟ يخوف اولياءه فلا تخافون. قيل للحسن البصري الا يستحي احدنا من ربه يستغفر من ذنبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود. قال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه.
الشيطان لا يريدك ان تقع في الذنب، انما يريدك ان تيأس من تكرار التوبه. خسرت عندك بزنس عالي جدا، المكسب فيه جنه عرضها السماوات والارض. انت طول ما انت خامل فاضي باطل عاطل انت هتبقى ولعوب. اشغل نفسك، خلي خواطرك تروح في سكه معينه قبل ما الشيطان يدخلها يوديها في سكه ثانيه. دايما انهمك في عمل دنيوي نافع او اخروي. فربنا قال لك الشيطان هيحاول يضلمها لك. اجيب النور منين؟ اقيموا وجوهكم عند كل مسجد. افرض انت بقى يا عم الناصح جيت من كل ده وعرفت تدخل المسجد، تطلق بقى شيطان خطير جدا اسمه خنزب. وظيفه خنزب هو انه يدخل لك من دماغك، وسوس لك في الوضوء، وسوس لك في الصلاه، لغايه ما تبقى انت طول الصلاه سرحان. وانا اكلت ايه النهارده؟ هو اللي جنبي ده مال. فواحد في اخطر انترفيو في حياتك بيدمرك. وبعد كده يقول لك الخشوع بيروح مني. هو الشيطان عايز يوصل ليه؟ عايز يخلي لك ان انت زهقت، الصلاه تعبتني، لغايه ما تبتدي تترك الصلاه. لكن لو انت كنت صبرت على الوسوسه دي كان هيزهق منك ويمشي. اسكت، لا مش هسكت. ينزل الجنه يوسوس له وينزله منه، يعادي الناس ويوقع الناس في الاخطاء عشان خاطر يدخلوا النار، ثم تاتي يوم القيامه يتخلى عنه. فكل ده يرسخ العداوه. احيانا بيبقى ترك المعصيه يكون بغضا للشيطان، اغاظه ليه، عايز تغيظه وخلاص. الشيطان لما وقعك ازاي؟ خطوات. يبقى انت لما ترجع ايه؟ خطوات. تيجي تاخد خطوه، رجع ورد القران، رجع ركعتين بالليل، رجع صيام يوم، واثبت شويه. بعد كده زود الورد، زود ركعتين، وسيب حرام معاهم. انا نطيت ايه؟ خطوه كمان، خدت شبر. فاكر هتمشي شبر؟ لا والله، انت قرب الي شبرا ايه؟ تلاقي ربنا يخليك تنط نطه. الله ايه ده؟ انت جت منين دي؟ ما كانتش في حسابات. مش انت جاي لنا بصدق؟ تعالى لي بقى انا كريم. تلاقي نفسك نطيت نطه كانتش في حساباتك. ايه ده انا كنت عامل خطتي هرجع في سنه، انا شهر الدنيا اتحسنت معايا عشان انت كنت صادق. خدت الشبر الصدق. ما تطلبش مره واحده انك ترجع زي ما كنت. خد القاعده، اللي بيجري هيوصل، اللي بيمشي هيوصل، اللي بيزحف هيوصل، لكن اللي ما بيوصلش ابدا الواقف واللي بيمشي الناحيه الثانيه. اجري او امشي او ازحف، لكن دائما تأكد انك انت لا واقف ولا بترجع ولا بترجع لورا.